السلام عليكم. أولا مبروك عليكم النجاح في البكالوريا هذه السنة. مباشرة ندخل في الموضوع، بغيت نعطي غير واحد التوجيه سريع، لأن تلقيت بزاف الرسائل حول التوجيه ما بعد البكالوريا. طبعا أنا كنقول دائما ما عمر شي واحد غيقدر يجاوب في بلاصتك ويقول لك شنو دير وشنو ما ديرش، لأن حتى شي واحد ما غادي يكون كيعرف الشخصية ديالك بالضبط والمؤهلات ديالك. ولكن نقدر نعطي غير واحد المبادئ اللي ممكن تساعدك في اختيار التوجه من بعد البكالوريا. طبعا ملي كنتكلموا عن بعد البكالوريا، انا هذا الموقف ديالي، ما كاينش فرق ما بين واحد جاب 16 وواحد جاب 10 باش نكونوا صريحين. وحتى هذوك الناس اللي ربما غير نجحوا نتيجه حظ او صدفه او شيء من هذا القبيل، فمع ذلك راه تعطاتهم فرصه جميله بامكانهم يستغلوها من بعد البكالوريا باذن الله، باش ما نبقاوش نديروا داك التمييز او داك التخوف حسب النقاط. اذا من بعد البكالوريا انت كانك بديتي من الصفر مره اخرى، وكما كنقول انايا خرجت من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. يعني راه ممكن تكون حاصل على نقطه جيده وما غاديش تعرف كيفاش تواكب الدراسه من بعد الباك، وممكن تكون ناجح غير بعشرة، وبالتالي غتعرف كيفاش تستغل هذه الفرصه، ولو كما قلت ربما نجحتي ما كنتيش كتستحق ديك الشهاده ومع ذلك خديتيها، ولكن الا عرفتي كيفاش تستغل هذه الفرصه اللي تعطاتك راه بامكانك انك تمشي في طريق جيد باذن الله. مسألة أخرى، وهو ماشي ضروري نختار هذيك الشعبة ولا هذاك التخصص اللي أنا باغي نرتاح فيه وأنا كنبغيه كهواية ولا كاهتمام، لأن باش نكونوا واقعيين، حنا ماشي في وضع مثالي باش هذاك الشيء اللي كنحلم به واللي كنتمناه فقط هو اللي نديرو. هناك أشياء كيطلبها الواقع، وهناك أشياء ربما نقدر نكون ارتاح ليها ولكن ما غتساعدنيش في الاندماج. بعيدا على النصائح المثالية، الانسان ملي كيدير دراسه من بعد البكالوريا طبعا كيبغي يحسن الوضع ديالو المادي ويندمج اجتماعيا. فعلا كيبغي يختار واحد الاختيار اللي هو مقبول ونوعا ما مزيان، ولكن ما نبقاوش دائما رومانسيين او خياليين او مثاليين بانني فقط بغيت هذه راه هي اللي غادي نديرها. ممكن نمشي نقرا الميكانيك ولا ندير الميكانيك ولا ندير الكوميرس ولا ندير شي حاجه وانا عندي اهتمام بالفن مثلا ولا بالمسرح ولا بالشعر، ولا عندي مثلا اهتمام بالامور الدينيه مثلا، ليس عيبا. بحال مثلا انا استاذ ديال الفلسفه، ولكن كان عندنا اهتمام كبير بالمسائل مثلا ديال الفكر الديني، المسائل ديال علم النفس. فملي نبغي نختار الشعبه نختار على اساس واحد التخصص اللي غيمكنني ندمج في المجتمع من خلال العمل، من خلال المكانه الاجتماعيه، ومن خلال انني نطور راسي. فهذه ملاحظه اساسيه، لذلك ما تبقاش رابط ما بين الخدمه وما بين ميولك واهتماماتك. وكثير من الناس اللي انا كنعرفهم شخصيا اللي خدامين في مجالات اخرى ولكن مع ذلك كيمارسوا الاهتمامات ديالهم الاخرى. كنعرف ناس مهندسين ولكن عندهم اهتمام مثلا بالفكر الديني ولا بالفكر الفلسفي ولا بالفكر النفسي. كنعرف مثلا الناس في مجالات اخرى بعيده في الاقتصاد مثلا وعندهم اهتمام بالمجال الفني او الابداعي او الادبي ايضا. فما نبقاوش دائما نربطوا المسائل كامله. مسألة أخرى هو أن أي تخصص اختاريته، وأنا بالنسبة لي راه أي تخصص فاتحة الوزارة راه يوكل طرف ديال الخبز، بمعنى راه ما كاينش شي حاجة أحسن من هذه بواحد الدرجة كبيرة. أي تخصص اختاريتيه حاول تكون من العشرة الأوائل على الأقل، ولا من 15 الأوائل في ذاك البرومو اللي أنت فيه. إلا مثلا أنا في واحد البرومو فيه 100 واحد ولا 200 واحد، نحاول ما أمكن نكون من 10 الأوائل كيف ما كان نوع التخصص ديالي، سواء درت مثلا العربية أو الجغرافية أو القانون بالعربية أو القانون بالفرنسية أو الإنجليزية أو شي تخصص من التكوين. على الأقل نحاول نكون من الأوائل في ذاك البرومو، فهذا بعدا على الأقل غيأهلك تكون بشكل أفضل. مسألة أخرى هو أن أي تخصص نحاول نطور راسي فيه، سواء التخصص الجامعي أو التخصص ديال التكوينات أو المعاهد. مثلا إلا أنا مشيت كنقرا مثلا على الصحافة، فما نكتفيش بداك الشيء اللي كتعطاني فيه الكور، وانما نمشي حتى انا نطور راسي، نقرا على الصحافه، كاين اليوتيوب، كاين الانترنت، كاين كتب. فيعني انني نزيد نغني راسي المعرفه ديالي اكثر من داك الشيء. الا كنت مثلا باغي ندير الفندقه ولا الميكانيك ولا ندير مثلا شي حاجه ديال التجاره، ماشي عيب انني كنقرا في ذاك المجال وكنمشي كنمارس ديك المهنه كهوايه ولا كحرفه عاديه واخا انني كنقراها. مثلا انا خدام في ريستو عادي كندخل واحد القدر مالي باش كنعاون راسي على المصروف وكنقرا الفندقه في نفس الوقت. هنا غيكون افضل، وغيكون افضل في المستقبل الا جمعتي ما بين ما داكشي اللي كتعطى اكاديمي مدرسي وما بين الجانب الواقعي. اي مجال اختاريت نقرا فيه نحاول انني نطور راسي الى جانب داكشي اللي كتعطاني في الدروس الرسميه. هذه ملاحظة حتى هي تقدر تساعدني. مسألة أخرى وهو أنني في الاختيار في الدراسة ديالي
ما نبقاش دائما بداك الاختيار الكلاسيكي غنمشي ندير مثلا تكوين عامين، ولا غنمشي ندير مثلا لا ليسونس 3 سنين وغنمشي غادي نديرها ماشي مشكل. ولكن الى جانب هذا التخصص هذا ندير شي حاجه اخرى اللي ممكن نقراها بشكل خفيف كما كنقولوا بالدارجه، اللي ممكن حتى هي تساعدني باش نديباني راسي في انتظار انني نحصل على ديك الشهاده او هذيك المهنه اللي انا ربما كنطمح ليها. ممكن مثلا ندير ما عرفتش، نقدر ندير اجازه في الجغرافيا مثلا ولا في التاريخ، وكنمشي كنقرا شي حاجه اخرى، مثلا كنقرا شويه على الانفورماتيك، ولا كنقرا شويه مثلا على شي حاجه بحال تربويه، ولا على شي مهاره معينه في الانترنت مثلا فوتوشوب مثلا، ولا شي مهاره معينه، سواء نقراها بالفلوس ولا نقراها مجانا او نقراها غير بوحدي نكون فيها راسي. هنا ممكن ان هذه غير تيباني بها ونقدر نخدم بها، يعني تعاوني على الدراسه، ولا نقدر كاع نخدم فيها بشكل افضل. وهذيك الاخرى، هذيك الشهاده الرسميه كما كنقولوا كتبقى خضره فوق الطعام، كتبقى يعني الوقت اللي غتجي راه حتى هي غتناضل بها. ما تخليش هذيك 3 سنين كامله ولا 4 سنين كامله فقط من اجل شهاده واحده ومن اجل هدف واحد. حاول دير هدف كبير او بعيد المدى وهدف قصير المدى. انا بالنسبه لي ممكن نصح انسان يتخذ لنفسه حتى شي صنعه او مهنه. ماشي عيب انني كندرس في الجامعه ولا في التكوين ولا في شي معهد وفي نفس الوقت كنمارس واحد المهنه او واحد الصنعه او واحد الحرفه، منها انني كندخل واحد القدر مالي، ومنها انني كندير في يدي واحد الحاجه اللي الا قدر الله ما وفقتنيش ديك الشهاده انني نحصل لها عمل، من خلال هاد المهنه اللي امتلكتها او هاد الحرفه هذه او هاد المهاره هذه ممكن ندمج في المجتمع ونعيش واحد العيش كريم في انتظار انني نحقق ما اريده بالشهاده الاخرى. هنا غيكون افضل، يعني ما غتبقاش رابط حياتك كامل بنقطه واحده، وانما غتقول مثلا اريد مثلا ما عرفتش، بغيت نمشي مثلا في الصحافه ولا نمشي استاذ مثلا في شي تخصص معين، ولا بغيت نمشي بسيكياتر مثلا، بغيت ندير مرشد نفسي ولا محلل نفسي. ولكن في نفس الوقت ممكن نمارس واحد المهاره اخرى كما قلت مثلا الطبخ، الفندقه، مهاره في الانترنت مثلا نقدر نخدم شي اشياء في الانترنت، الصنعه معينه، التجاره، اي شيء ممكن انني كنمارسه الى جانب الدراسه. وغادي نقدر الا كانت بان لي ان باقي صعيب عليا باش نخدم بديك الشهاده وباش نحقق بها الاهداف ديالي، غادي نديباني بهذه وغنعيش واحد العيش كريم وممكن ندمج فيها بالمجتمع في انتظار ان يجي الوقت ديال المساله الاخرى. وبالعكس هنا غيكون افضل كاع، ما غتبقاش تشوف حياتك كامله على نقطه واحده وضاغط على اكثر من القياس، وانما غتقول مثلا هاد 3 سنين اللي غنقراها ولا 4 سنين ولا 5 سنين انا راني مندمج في المجتمع ولو بمستوى اقل، ولكن في نفس الوقت راني غادي في هدف اخر. واحد النهار غنقدر نخرج من هذه النقطه للنقطه الاخرى. كما قلت، أركز أو يجب التركيز على التكوين الذاتي، والتركيز على أنني نكون من الأوائل على الأقل من 10 حتى 15 الأوائل في ذاك البرومو اللي أنا فيه. ثم أنني نختار واحد المجال اللي أنا غناكل به طرف ديال الخبز وغندمج فيه به في المجتمع. ماشي ضروري غنختار ذاك المجال اللي أنا عنده علاقة بهوايتي ولا باهتماماتي ولا بشيء من هذا القبيل. الى جانب هذا الشيء كما قلت نمارس واحد المهنه ولا واحد المهاره ولا واحد الحرفه نتعلم ليها، ولا كانت عندي الحرفه او هذه المهاره نزيد نطورها. الا ما كانش عندي نتعلم شي حاجه اللي غادي نحاول نضمن بها واحد العيش كريم تساعدني على الدراسه. وحتى لو كان واحد التعثر في انني نخدم بديك الشهاده غنديباني براسي في انتظار مساله اخرى، وهو نركز على التكوين الذاتي. هو ما نكتفيش بداك الشيء اللي كيعطيوه ليا، كيف ما كان نوع التخصص اللي كنقراه، سواء تكوين سواء دراسه جامعيه او معهد او اي شيء اخر، هو انني نركز على التكوين الذاتي. نقرا اكثر من داك الشيء اللي كيعطيني في المؤسسه، نعمر راسي اكثر، ثم انني نكون منفتح معرفيا وثقافيا. لان الا كنت مثلا غنقرا الجغرافيا راه خاصني يكون عندي المام بالتربيه، بعلم النفس، بعلم الاجتماع، بالسوسيولوجيا، بمجموعه من المجالات الاخرى. ما نبقاش دائما مرتبط راسي غير في مجال. حتى الا كنت مثلا سيونس مات، هذا ما غيمنعنيش انني نقرا الشعر ونقرا الروايه ونقرا كذا ونقرا كذا. او مثلا الا كنت في الهندسه مثلا، هذا ما غيمنعنيش انني نقرا في واحد المجالات اخرى كالتاريخ ومسائل اخرى. هذه غير كتوجيهات عامه. اما شي واحد باش غيقول لك انت بالضبط ها شنو غادي دير، فانا شخصيا كنعتبر هذا خطا كبير، لا من طرف المستجوب الانسان اللي غيطرح السؤال او من طرف الانسان اللي غيجاوب، هذا بجوجهم غيرتكبوا خطا بالنسبه ليا. فاخر ملاحظه او اخر توجيه وهو انك الا بغيتي سول انسان اللي قرا هذاك التخصص، مثلا اداب وبغيتي دير تكوين، غتمشي تسول الناس اللي هما اداب وقراو في التكوين مثلا، وغتقول لي قول لي شنو هما التخصصات اللي كاينين بامكان يديرهم تلميذ في الادب، او قول لي مثلا شنو التخصصات اللي كاينين في هذه المؤسسه هذه، وتقدر تطلب منه معلومات مفصله. مثلا غتقول لي الكوميرس مثلا او مثلا الميكانيك او شيء من هذا القبيل،
قول لي اعطيني معلومات مثلا شحال ديال الوقت كيقرا، وشحال ديال واش نص نهار ولا لا، واش كيقراو عامين ولا شحال، شنو هما انواع المواد اللي كيقراو. هذه هي المعلومات اللي طلبها منه. او مثلا بغيتي دير مثلا علم النفس، ولا بغيتي دير مثلا التربيه الاسلاميه او شي حاجه بحال هكا، طلب منه المعلومه، تقول لي شحال كيقراو، شنو هما المواد اللي كيقراوهم، شنو هو الغلاف الزمني تقريبا، كيفاش كيدوز الاختبارات او الامتحانات. هذه هي المعلومات اللي تقدر تاخذها منه، وتخليك انت تشوف واش فعلا مؤهل لهذا المجال ولا غير مؤهل له. ما تقولش لي قول لي احسن هذه ولا هذه ولا هذه. واضح؟ هذه تقريبا بالنسبه لي ملاحظه اساسيه. ما نبقاوش نطالبوا الانسان هو اللي قاطر المسار ديالو. وان ثانيا ما نبقاش نشوف ملي نبغي ناخذ المعلومه قول لي اعطيني هذه المعلومات، بمعنى سواء كان هو نجح في ذاك التخصص ولا فشل فيه راه يعطيك المعلومه الصحيحه. ما تقولش لي اعطيني الراي ديالك ولا الانطباع ديالك واش هذه مزيانه ولا ما مزياناش. قول لي غير قول لي مثلا هذه المعلومات، شحال ديال المواد، شحال ديال الغلاف الزمني، كيفاش كيدوز الامتحانات. هنا بز منه غيجاوبك بموضوعيه. اما الا قلتي لي شنو بالك في هذه واش مزيانه ولا ما مزياناش، ها ولا كيجاوبك بالذاتيه ديالو. وبالتالي اللي جاوبك بالذاتيه يقدر يكون هو انسان فشل في ذاك التخصص وغيعطيك تصور سلبي، او يقدر شي واحد مثلا نجح فيه بواحد الشكل كبير يعطيك تصور ايجابي وانت ربما غير مؤهل ليه. لذلك ملي نسول نطلب المعلومات اللي هي موضوعيه، اللي واخا يبغي يجاوبك بذاتيه ما غيقدرش، غيجاوبك على الحقائق كما هي. مثلا غتقول لي الاجازه شحال من عام، غيقول لك 3 سنين، سواء كان ناجح ولا فاشل راه 3 سنين ممكن تاخذ الاجازه. هذه كمعلومات. ونتمنى لو كانوا شي فرص اخرى نعطيكم بعض التوجيهات العامه طبعا، لان ما عمر شي واحد غيقول لك اشنو دير بالضبط. وتحياتي مره اخرى.